الأهلي كبير القارة الأفريقية في مواجهة العين الإماراتي زعيم القارة الآسيوية. مباراة قوية وكبيرة ومنتظرة للفرقتين، فرقتين كبار جدا، كل واحد فريق قوي جدا في قارته. وطبعا زي ما احنا عارفين ان العين الاماراتي فريق قوي جدا خاصة بالمحترفين، عنده مجموعة من المحترفين مميزين جدا جدا جدا. في الفيديو ده هنتكلم عن ايه؟ في الفيديو ده هنحاول نغطي اهم نقاط القوة والضعف عند فريق العين الاماراتي، وهنقول ازاي ممكن الاهلي يقدر يتخطى العين الاماراتي في مباراة اليوم. الاول خلينا اقول لكم ايه هو التشكيل المتوقع للفرقتين. الاهلي هيبدا المباراه تقريبا بنفس التشكيل اللي بدا به المباراه الاخيره امام الزمالك في مباراة السوبر المصري او في نهائي السوبر المصري، والتشكيل كان كالاتي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، رامي ربيعة وياسر ابراهيم قلبي دفاع، على يمينهم اكرم باك يمين، وعلى شمالهم يحيى عطية الله باك شمال. امامهم لاعبين خط وسط بشكل دفاعي او مهامهم الدفاعيه اكبر من مهامهم الهجوميه، وهم مروان عطيه واحمد حسن كوكا، وبيقوم قدامهم او بيسقط قدامهم لاعب هو امام عاشور اللي بيقوم بمهام المركز رقم 10. وامامهم بيلعب الثلاثي، على اليمين طاهر، وعلى الشمال حسين الشحات، وفي المنتصف وسام ابو علي. طيب ده التشكيل المتوقع للاهلي. اما التشكيل المتوقع للعين، فالمتوقع للعين ان هم عندهم خالد عيسى حارس المرمى، منذر الاحبابي الباك اليمين، اوتوني قلب دفاع ومعاه كاردوزو، وعلى الشمال إيريك او الباك الشمال إيريك، وامامهم ثلاثي نادر ويونجو والبلوشي. سامحوني لو مش عارف انطق الاسامي كويس، لان انا برضو مش متابع قوي للعين الاماراتي، ولكن بحاول ان انا اقرا الاحداث او اشوف بعض الماتشات للعين الاماراتي عشان اقدر اقول لكم ايه نقاط القوه والضعف اللي انا لاحظتها. طيب، وفي الامام في على الجناح اليمين كاكو، وفي المنتصف رحيمي او سفيان رحيمي، وعلى الشمال بلاسيوس. بعد ما عرفنا التشكيل المتوقع للفرقتين، خليني اقول لكم ان اهم مفاتيح اللعبة عند العين الاماراتي هو اللاعبين بلاسيوس وكاكو. اكتر لاعبين بيقدروا يمرروا الكوره، ينزلوا يستلموا الكوره في منتصف الملعب ويبداوا يتحركوا ويمرروا الكوره، والاثنين ممررين جيدين، والاثنين كمان بيعرفوا يعملوا الزياده الهجوميه. لو لعبوا على الاطراف بيعملوا زياده هجوميه كويسه جدا، وبيعملوا تمريرات طوليه في حاله المرتدات اللي بيستغلها سفيان رحيمي. طبعا سفيان رحيمي هو السلاح الفتاك للعين الاماراتي، لانه مهاجم من طراز فريد، مهاجم بيعرف يتمركز حلو جدا جوه ال 18، مهاجم خطر جدا وهو معاك كوره، وممكن يكون اخطر بكتير وهو مش معاك كوره، لانه بيتحرك في المساحات. لو سبت له مساحه في المرتدات هيفاجئك وهيعمل عليك هجوم خطير جدا. وطبعا كسرعه هو اسرع عندنا من المدافعين سواء رامي ربيعه او ياسر ابراهيم. عشان كده اتمنى ان الاهلي لو هيلعب بالخطه اللي هي 4-2-3-1، اتمنى ان او 4-2-1-3، اتمنى ان الاهلي ما يقدمش خطوطه او ما يعملش هاي بريس او ضغط دفاعي متقدم، وما يبقاش خط الدفاع عندنا واصل لنص الملعب. لا، انا عايز على احسن تقدير ان يكون الموضوع فيه ميديم بلوك، او بنضغط لحد منتصف الملعب وسايبين ورانا مساحه بسيطه ما بيننا وما بين الحارس عشان فرق السرعه ما يبانش، نقدر في حاله الدفاع اننا نرجع بسرعه. في نفس الوقت احنا في الحاله الدفاعيه لازم ندافع كدفاع كتله واحده كومباكت، او الدفاع اللي هو يعني بيتقال عليه الدفاع الكومباكت، اللي هو اننا بنبقى كتله واحده، الثلاث خطوط، الخط الامامي الهجوم وخط النص وخط الدفاع، المسافات بينهم لازم تكون متقاربه. ما ينفعش اسيب مساحات كبيره وانا بدافع، لان لو سبت مساحات كبيره هم عندهم بلاسيوس وكاكو قادرين ان هم يمرروا تمريرات بينيه يكسروا بيها الخطوط ويعملوا عليك خطوره كبيره جدا، او ان هم يستغلوا الاطراف ويعملوا عليك اوفرات. هم مميزين جدا، وعندهم طبعا اللي يخلص قدام سواء سفيان رحيمي او لاباكوجا لو نزل في الشوط الثاني. عشان كده مهم جدا زي ما قلت لكم ان الاهلي يلعب في الحاله الدفاعيه بدفاع كومباكت، او دفاع يكون ككتله واحده، بنتحرك ككتله واحده وبنعمل ضغط مع بعض، وفي نفس الوقت ما نسيبش مساحات كبيره اثناء الهجوم. واحنا بنهاجم لازم الاهلي وهو بيهاجم
او لعيبه الاهلي وهي بتهاجم ما تتقدمش زياده عن اللزوم، خاصه الاثنين المدافعين ياسر ابراهيم ورامي ربيعه، لان لو سيبنا مساحه كبيره هم عندهم القدره والسرعات الكبيره او السرعه الكبيره المتمثله في سفيان رحيمي او لابا كوجا، او حتى اللعيب البديل اللي هو السرابيا. لو نزل في الشوط الثاني عندهم سرعات كويسه وعندهم مهارات كويسه وعندهم القدره ان هم يفنشوا على الجون بشكل حلو. الحاجه الثانيه اللي لازم ننتبه ليها، وخاصه الكلام دوت لمحمد الشناوي، لازم ينتبه للتسديدات من خارج المنطقه، لان هم بيسددوا تسديدات حلوه جدا، لعيبه مميزه جدا في التسديد من خارج المنطقه، فلازم ما نسيب لهمش المساحه خاليه خاصه امام ال 18 عشان ما يسددوش علينا تسديدات بعيدة المدى. ولازم برضو الشناوي يكون منتبه لأي تسديدة مفاجأة ممكن تحصل. هل الكلام ده معناه ان العين قوي والعين خطير فبالتالي الاهلي ما يقدرش يكسبه؟ لا، الكلام ده مش منطقي. لو الاهلي قدر ان هو يظبط الدفاع ويلعب بحالة متوازنة ما يكونش متقدم فيها قوي في الهجوم، نقدر نقفل عليهم خطوط لعبهم او نقفل عليهم نقاط قوتهم، وفي نفس الوقت في الحاله الهجوميه لازم نفرد الملعب ونوسع الاطراف، لازم نفرد الملعب ونوسع الاطراف، خاصه طاهر محمد طاهر، او لو هيبدا ببيرسي تاو مكان طاهر محمد طاهر. والناحيه الثانيه سواء كان حسين الشحات او رضا سليم، الاثنين يقدروا يعملوا استرتش للملعب او يوسعوا مساحات الملعب عشان نقدر نطلع الباكين يعملوا زياده من خلف الاثنين الوينجين او من امام الوينجين، ويعملوا زياده عشان نقدر نعمل كروسات او عرضيات يقدر يستغلها وسام ابو علي. اثناء ما بنلعب الكروسات لازم يكون عندنا حاجتين مهمين جدا، لازم الجناح العكسي يضم للمنطقه، يعني لو الكره مثلا افترضنا ان اكرم توفيق هو اللي بيلعبها من على الناحيه اليمين، فالجنب ده اللي فيه طاهر محمد طاهر، يبقى الناحيه الثانيه لازم حسين الشحات يضم على الزاويه او المكان اللي بيكون فاضي جوه المنطقه، لان من اهم نقاط الضعف اللي لاحظتها في العين الاماراتي ان المساكين او الاثنين المدافعين بتوعه قلبين دفاعه دايما عندهم اخطاء في التمركز، ومش بيعملوا حساب للمهاجم الثاني او اللعيب اللي بيجي زياده جوه المنطقه، هم دايما بيركزوا على المهاجم الاساسي ومش بيعملوا تغطيه للمهاجم او اللعيب اللي بيزيد، سواء كان الوينج الثاني الجناح الثاني اللي هنا يكون متمثل في حسين الشحات، او اللعيب اللي ممكن يزيد وهنا ممكن يكون احمد حسن كوكا مثلا، او عمرو السولية لو بنفترض ان عمرو السولية هياخد وقت في المباراه، او لو الموضوع من الناحيه الثانيه الكروس من ناحيه عطيه الله، فاللي هيزيد من هنا هيكون طاهر محمد طاهر. وفي نفس الوقت ممكن برضو حد من الهجوم زي امام عاشور ان هو يزيد جوه المنطقه. الحكايه دي هتدينا ميزه نقدر نستغلها، لان دي من اهم نقاط الضعف عند العين الاماراتي في الحاله الدفاعيه، ان لازم يكون عندك كثافه هجوميه اثناء لعب العرضيات. تاني حاجه لازم يكون عندك لعيبه واقفه على ال 18 تستنى الكره الثانيه ويكون عندها القدره على التسديد، سواء كان احمد حسن كوكا او مروان عطيه. لازم لو جات لهم الكوره في الحاله ديت او في الحاله الهجوميه، لازم اول ما تيجي اذا كانت الكوره في منطقه حلوه والزاويه مفتوحه قدامك سدد بدون ما تفكر، لان من اهم الغلطات اللي شفتها لحارس مرماهم خالد عيسى هو انه مش بيعرف يتصدى للكرات القويه او التسديدات القويه من مسافه بعيده، ودي شفتها اكتر من غلطه واقع فيها، او سواء في الخروج في الكره العرضيه اللي بتتعمل وبتتقطع على القريبه، دايما من اكتر الغلطات اللي شفتها لحارس مرماهم خالد عيسى. ده كان كلام سريع كده عن المباراة أو ما قبل المباراة، فخلونا نشوف المباراة ونشوف النتيجة هتكون إيه، وإن شاء الله بتمنى الفوز طبعا للنادي الأهلي. توقعاتي إن المباراة هتكون صعبة. لو الأهلي ركز وعمل الأداء المنتظر منه أو اللي احنا متوقعينه واللي احنا بنشوفه في البطولات الدولية ليه زي ما كان مشاركاته في كأس العالم في السنين الأخيرة، فتوقعي إن الأهلي هيكسب، بس ممكن الماتش يبقى صعب شوية، يعني ممكن الماتش يخلص بفارق هدف 1-0 أو 2-1 بحد أقصى. طبعا الكلام دوت لو الأهلي التزم دفاعيا وقدر إن هو يعمل الزيادة، سواء الزيادة من على الأطراف، وفي نفس الوقت إن هو يكون عنده قدرة على استغلال الكرات التانية بشكل حلو. وفي نفس الوقت في لعيبة مهمة جدا برضو تواجدها في الشوط الثاني زي محمد مجدي قفشه، اللعيب اللي يقدر يتحكم لك في رتم المباراه ويبدا يطلع اللعب ويتحكم في اللعب. من اهم الحاجات اللي انا ما اتكلمتش عنها او نسيت اذكرها هي ان
رتم المباراه، انك تتحكم في رتم المباراه ده مهم جدا. ليه؟ لان هم عندهم لعيبه بيتميزوا بالسرعات والقوه البدنيه، فانت محتاج تبطئ الرتم شويه. لو لعبتهم برتم سريع هم هيكونوا اعلى واخطر منك في الملعب. عشان كده لعيبه الاهلي لازم تحاول تهدي الرتم شويه. مش معنى كده ان احنا نموت اللعبه او نبطئ اللعبه قوي، ولكن لازم نبطئ الرتم شويه، ولازم نحاول نستنفذ قدراتهم البدنيه عشان نستغل الشوط الثاني ونبقى افضل فيه ونبقى واقفين على رجلنا. زي ما قلت لكم طبعا ان توقعي للمباراه ان المباراه هتكون نديه جدا من الفرقتين. المستوى اعتقد لو الاهلي واقف على رجله المباراه هتبقى متقاربه. فرق يعني المباراه ممكن حد من فرقه من الفرقتين هتكسب بفارق هدف او بصعوبه يعني. وتوقعي زي ما قلت لكم ان الاهلي يكسب سواء 1-0 او 2-1 بحد اقصى. ده توقعي لسير احداث المباراه ونتيجه المباراه. سيبوا لي انتوا كمان توقعاتكم في تعليق اسفل الفيديو. شكرا لكم، ما تنسوش تعملوا اعجاب للفيديو وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم جديد الفيديوهات. اشوفكم في فيديو جديد. سلام.